المستجيب، والحكم التمهيدي بيقول اللجنه تيجي وتشوف وتقرا وقدامكم 60 يوم تقروا كله فيها حاجه وتطلعوا زي حضراتكم ايه الاحكام التمهيديه المالوفه. واختتمت هذا بامرين. انا لا استحي من طلبهما منكم ولا اتردد ايمانا مني بعدل السماء اولا، وبعدل منصه القضاء المصري ثانيا، وبان القاضي لا يخشى اي شيء على وجه الارض الا الله. لا يهمه لا اللي يمين ولا اللي في شمال ولا اللي هنا ولا اللي هنا. المحكمه بقى قالت قرارين وجمال قوي. هذا هو القضاء الذي عرفناه، الذي ينطق بعقوبه الاعدام جهارا وهو واثق من صلاحيتها وصوابها، وينطق بالبراءه جهارا وهو واثق من ايه؟ من احقيه المتهم به. قال وقررت المحكمه اخلاء سبيل المتهم بعد التاكد من محل اقامته ومنعه من السفر. فانا خلاصه هذا الحديث، وانا معتذر اذا كنت قد اطلت، اركز على امور ثلاثه. بستاذن في طلب تشكيل نفس اللجنه، وخصوصا انا مش محتاج بتوع معهد السينما، انا عايز اللي هم بتوع الايه بتوع صناعه السينما، صناعه السينما، واللي تشوفوا المحكمه هي الخبير الاعلى المسائل دي منطقيه. وبعدين اللجنه دي لو شافت هذا الكلام واحنا في شهر يوليو واحيل اليها الامر، هتاتيكم في شهر سبتمبر، وحتى لا تتعارض الامور، وحضراتكم هتشوفوا امر الاحاله هنا اللي موجود قدام حضراتكم، وهو شبيه الى حد كبير بامر الاحاله الموجوده في القضيه التي صدر فيها الحكم التمهيدي. وبعد ذلك تنطقون وفقا لما تراه ضمائركم وتخلصون اليه في خلوتكم من الاستجابه الى هذا الطلب الجوهري، لان ده هيغنينا كثيرا. هتيجي حضراتكم اللجنه دي تعمل كل شيء ومستعد وتدفع الكفاله بكره وبعده كل شيء يخلص، وتاخد الورق، وفي خلال شهر او نصف او الوقت اللي تحددوه حضراتكم هتقول لو اللجنه دي جت قالت انا لا عايز بتوع الشهود وسعيهم مشكور وذنبهم مغفور، مش عايز منهم حاجه، لان اللجنه ديت هي اللجنه الفنيه، كل واحد من دول ما بيعرفش حاجه. طلب الاستغناء عن الشهود لا يكون من اللجنه. افندم، طلب الاستغناء عن شهود الاثبات لا يكون من اللجنه، انا من الدفاع. ما بقولش كده، لا انا بقول ايه يا فندم؟ بقول ربما بعد حضراتكم ما تشوفوا قرار اللجنه واللجنه تفحص، قد ترى المحكمه الاستغناء عن هؤلاء الشهود. انا طبعا عارف الحدود دي كويسه وعارف اقدار المحكمه، انما اللي انا بقوله هنا لما اللجنه تشوف الكلام ده هتبقى الامور انجلت امام الناس. ده انا يكفي ان انا، ولو ان دي مش مطروحه قدام المحكمه، ده انا يكفي ان اللجنه اللي فاتت نسبت الي اداء اضرار عن عمل معين منسوب لي اجراؤه هو العراب، وقيمته 4 مليون جنيه، وهذا العمل كم 60 جنيه هلا فينا نعم اللي هو 4 مليون جنيه من 10. هذا العمل لم يكتب بعد ولم يصور ولم يمثل ولم يسجل. سبحان الله. واتكلمنا في الضرر الحقيقي والمحتمل وما الى ذلك. خلاصه الكلام يا سعاده الرئيس، انا طلبي محدد في الامور الثلاثه. انا استاذن فيه تشكيل لجنه من غرفه صناعه السينما لبحث واقعات هذه الدعوه، أسوة بما اتخذ في الدعوة السابقة المنظورة أمام هيئة موقرة سابقة صدر فيها قرار مماثل يوم 5 يوليو الماضي. الطلب الثاني هو ما هو بعد كده بقى خلاص أنا اللجنة تشتغل زي ما هي عايزة، وأنا بلتمس انضماما لقرار المحكمة الموقرة السابقة بإخلاء سبيل المتهم حيث لا يخشى، لأن المحكمة أردفت هذا القرار بقرار آخر هو المنع من السفر. أنا مش هروح فين؟ أنا رمضان داخل عليا أقعد في بيت أبويا وفي الجامع بتاع أبوه، يقعد يصلي القيام والتراويح وصلاة التهجد ويعتمد على الله ويشكر ربه ما آل إليه أرض. هذه الطلبات الثلاثة نقدم
نقدمها لحضراتكم ونرجع حديثنا عن بقية الطلبات بالفعل، وأستأذن بتقديم حافظتي المستندات تتضمن هذين الطلبين. شكرا معالي الرئيس المبارك، ولو كان في أي استطاعة. لو في طلبات تانية حضرتك قولها عشان يبقى لا خلاص، هي دي الطلبات الجوهرية اللي عندي، الطلبات الرئيسية، لأن دي هتبنيني على الباقي. لو اللجنة كده أنا مش عايز حاجة تاني. طب القرار آخر الجلسة. سيادتك مش عايز الاخ اسامه يقول اي حاجه؟ لا ما هو لو عايز يبدي بحاجه، عايز يقول حاجه، احنا المحكمه كلها اذن صاغيه. لو عايز تقول حاجه يا اسامه قول. لو سمحت المحكمه حريصه على نظر الدعوه على وجه السرعه بما لا يخل بحق المتهم وحق المجتمع. العادي. إذن كانت هذه وقائع البث المباشر والحصري لتلفزيون المصري للمحاكمات العلنية